درجة ربما هناك ظواهر قد تكون صحية أو لا، كمنطق العصبة الأدبية في الجزائر. كل هذه الأفكار مستمعينا الكرام نناقشها مباشرة مع البروفيسور جلالي بومدين وعلى المباشر. دكتور جلالي، مساء الخير، مرحبا بك عبر الثقافية الجزائرية، برنامج المعنى والمبنى في ركن مقابسات. مساء الخير أستاذ عبد الرزاق، وشكرا لكرم استغاثتك في هذه الحصة المباركة إن شاء الله. دكتور جلالي، في البداية سؤالنا مباشر، هل هناك مشهد إبداعي في الجزائر واضح؟ أولا أحييك وأحيي الفريق الذي يرافقك، وأحيي السادة المستمعين والسيدات المستمعات، وأتمنى أن يجدوا في هذه الحصة ما يستحق الاهتمام إن شاء الله. طبعا المشهد كما هو في عنوان البرنامج، فيه مبنى وفيه معنى. المبنى والمعنى. أنا قبل أن أحدد هل هناك مشهد أم ليس هناك مشهد، طبعا أريد أن أتحدث عن الفضاءات التي يدور فيها هذا المشهد، التي يظهر من خلالها هذا المشهد ويتجلى. كما تعلم ويعلم السادة والسيدات الذين يستمعون إلينا، في سنة 2019 كانت سنة للحراك، وفي 2020 فهي سنة لكورونا طبعا، عجل الله بذهابها يعني. وإن شاء الله نسأل الله العفو والعافية وارفع البلاء والوباء. آمين يا رب العالمين. طبعا خلال السنتين الأخيرتين المؤسسات عطلت، أصبحت معطلة. دور الثقافة، قصور الثقافة، المكتبات المطالعة، مدرجات الجامعات، مدرجات الثانويات إلى آخره، أصبحت فارغة أو شبه فارغة في استثناءات قليلة وقليلة جدا. إذن هذا عامل أولا. إذا كنا نتحدث عن السنتين الأخيرتين فهذا العامل كان تأثيره السلبي. أكيد دكتور، فقط يعني ربما نستثني السنتين الأخيرتين لظروف معينة. قبل ذلك يعني نعم، أنا أريد أن أتحدث بداية الألفية، كل بداية الألفية. جميل. بداية الألفية. نذهب الآن إلى طبعا المؤسسات، والمؤسسات لا يتجلى فيها الأدب إلا بوسائط ووسائل أخرى، وعلى رأسها الإعلام. أكيد. الإعلام في الجزائر كما تعلم وكما يعلم الجميع هو يغلب عليه الطابع الترفيهي التسطيحي، والثقافة عموما والثقافة الأدبية خصوصا تتطلب العمق الفلسفي الروحاني التنظيمي إلى آخره. إذن فالثقافة والإعلام تستطيع أن تقول هما خطان متوازيان في الجزائر. هذا وجهة نظرك أستاذ. الإعلام أتحدث عن الإعلام الأكثر تأثير. الإعلام الأكثر تأثير هو التلفزيون، والإعلام الأكثر تأثير هو القراءة. التلفزيون الحصص الثقافية فيه أو الأدبية خصوصا نعم شبه منعدمة. الثقافة على مستوى الجرائد فيها، أنا أنشر في الجرائد، أنشر في جريدة الأمة، أنشر في جريدة الأحرار إلى آخره، ولكن نشريات قليلة جدا، وكثير من الجرائد أقرأ فيها النادي الأدبي، أتابع النادي الأدبي، أتابع ما يكتب الأدباء إلى آخره، فأنا مهتم، أنا أستاذ باحث وكاتب في الوقت ذاته ومبدع في الوقت ذاته. إذن الثقافة والثقافة الأدبية خصوصا شبه مفقودة في الإعلام، ليست مفقودة تماما ولكن شبه مفقودة، بمعنى إعلام بالطاقة الموجودة في الجزائر كان بإمكانه أن يقدم شيئا أكبر من الذي نعرفه. أكيد. هذا يعني تحتاج إلى فضاءات أكثر.
النقطة الثالثة المشهدية الأدبية الآن متجلية بطريقة ما عبر الرقمية. ولكن الرقمية في الجزائر ضعيفة طبعا بتنظيمها. مثلا اليومين كان عندنا ملتقى في الجامعة الجزائرية، نفس الوقت ضاع نتيجة القطاع الكهرباء والقطاع الانترنت للأسف الشديد. إذا راك تشوف المشاكل. إذا الرقمية موجودة في الجزائر، ولكن أعطيك شيئا دقيقا. كثير من الكتاب الجزائريين والجزائريات أين ينشرون وأين يظهرون؟ ينشرون في المجلات والمواقع العربية البعيدة والمواقع الأوروبية والكندية والأسترالية. لماذا؟ لأن هنا لا يوجد مواقع ذات أهمية وذات مقروئية. كانت موجودة مجلة مثلا، نعطيك بالأدلة القاطعة، موجودة مجلة أصوات الشمال كان فيها عشرات أنا قرأ لي في مجلة أصوات الشمال في مجموع ما يقارب 100,000 قارئ في بجرة قلم حذفت من الشبكة العنكبوتية. للأسف الشديد يعني، وكانت مجلة ناشطة ثقافيا، كنا نستقي منها الأشياء كثيرة يعني. أنا لا أتحدث عن في الفراغ. الآن شخصيا أنا العبد الثقيل، لا شخصيا أين أنشر في المنار الثقافية الدولية في إنجلترا، أنشر في مجلة الثقافة الإنسانية في كندا، أنشر في مصر، في العراق، في سوريا. هل سوريا أفضل منا حال تكون لها مجلات أفضل منا؟ هل ليبيا أفضل منا حال تكون لها مجلات أفضل منا؟ شيء غريب هذا. هنا أين الخلل يعني؟ هل الخلل والله لا أدري. يعني لا أدري. اسمح لي أنا أشخص لك المشهد. جميل. أنا أشخص لك المشهد. أما من يتحكم في هذه الأشياء فأنا لا أعرفه. أنا أعرف الجامعة. جميل. وأعرف قبل ذلك بجانبها كنت أعرف دار الثقافة والمكتبة العمومية وقصر الثقافة والملتقيات والمجلات التي تتعامل معها. هذا الشيء الذي أعرفه. دكتور، سنحاول ربما أن نفكك شيئا ما هذه المعضلة. نبدأ بالقضية الأولى، حينما نقول أنه لا توجد مجلات أدبية ثقافية في الجزائر مفتوحة تفتح الأبواب إلى غير ذلك. هنا هل المسؤولية تقع على مثلا الوصاية؟ الدولة دائما أن تتحمل مسؤولية مثلا وزارة أو مؤسسات معينة، أم أن المبدعين في ذاتهم أيضا يتحملوا المسؤولية؟ المسؤولية مشتركة. الآن مثلا نعطيك مثال، المجلات الموجودة توجد عشرات المئات المجلات الأكاديمية المسمات مجلات محكمة. نعم. كل جامعة فيها كذا مجلة، أحيانا في كل كليات يوجد 3 مجلات 4 مجلات. ولكن هذه المجلات لا يقرأها أحد، فهي مجلات تكتب فيها البحوث والدراسات المرتبطة بالترقية في الأستاذية، لا أكثر ولا أقل، وبعدها انتهى الأمر. ومشكلة التوزيع أيضا لهذه المجلات مشكلة. بالطبع أنا شاهدت في مخابر جزائرية مجلات مطبوعة ب4 نسخ. لماذا نسخة؟ للمحاسبة باش يحاسبوا قال طبعنا وانتهى الأمر. إذن هناك تواطؤ من النخب الثقافية في ذاتها. النخب الثقافية في بلادنا يسمحوا لي تفضل على العبارة. كتبت ذلك في كتاب لي اسمه العولمة وموقفنا منها. الكتابات الشيء الذي أقول لك أنا كتبته بأن النخب العربية عموما والجزائرية خصوصا نخب في كثير من الأحيان نخب طبعا خائنة للبلد. هكذا. هذا توصيف خطير أستاذ. نعم خائنة للبلد. لماذا؟ لأنها متى تكون خائنا؟
ولا متى أكون أنا خائنا؟ عندما لا أؤدي دوري، عندما لا أؤدي واجبي. أكيد أكيد. ليس بالضرورة أن نسمي طبعا. الذي ليس بالضرورة أن يكون الإنسان حركي حتى يولي خائن. دكتور، يعني بالمقابل قد يكون في الاستماع أستاذ معين أو المستمع ويحمل السؤال يعني بالمقابل أمامك، يقول لك دكتور جلالي بومدين، أنت تتحدث عن أن النخب لا تقوم بواجبها. أعطينا أنت ماذا تقدم للمشهد يعني، وماذا تساهم؟ أنا أقدم ما بطاقتي. مثلا أخبرك بماذا قدمت مسار تربوي تعليمي في التعليم الثانوي والتعليم العالي. في التعليم الثانوي حتى أصبحت أستاذا مبرزا بالرتبة الأولى على المستوى الوطني. في التعليم العالي حتى أصبحت أستاذا بالتعليم العالي، ونشرت 11 كتابا، نشرت 11 دراسة محكمة في مجلات دولية. وأنا كنت أنشط سنوات طويلة مع إذاعة سعيدة وإذاعة البيض، واكتب يوم، وعندي صفحات كثيره على مستوى الانترنت، واكتب يوميا، وانا انشر في اكثر من 20 مجله دوليه، بعضها عربي وبعضها قلت في انجلترا وفي كندا وما الى ذلك. جميل. فوق هذا لا استطيع ان افعل شيء، ولكن حتى الذي من هذه الكتب كل التي قدمتها كتابان فقط لم يطبع. طبعا لم يطبعا بمالي الخاص. كتاب طبعته في ولاية سعيدة لأنني كتبت الملحمة عن مدينة سعيدة، وقرأها مدير الثقافة وقدمها الوالي، فكرمني مشكورا وطبع الكتاب. وكتاب آخر في البحرين، جامعة البحرين، تخصص بجامعة البحرين في كتاب حول نجيب محفوظ، شارك فيه أكثر من 20 أستاذ جامعي من بلاد العرب. وطبعا والكتاب طبعته وزارة الثقافة البحرينية بالتفاهم مع جامعة البحرين، ونشر ووزع في ألمانيا وفي الإمارات وفي بلدان. لم يكن دليل على كذا. إذن هذا لا أستطيع أن أعرف وماذا أفعل أكثر من هذا. جميل. دكتور، يعني من خلال ربما ما تحدثت عنه، إشكالية الطبع، إشكالية وجود نقاش على مستوى النقاش الثقافي، هل اليوم أو سابقا، أو إذا أردنا تحقيب المراحل الزمنية في الجزائر، ما هي المراحل في الجزائر المستقلة خاصة من سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم التي كان فيه نقاش، كان فيه احتفاء بالمنتوج الإبداعي؟ الجزائر كانت تريد أن تثبت طبعا إثبات وجودها الثقافي بعدما أثبتت وجودها السياسي والعسكري والإنساني من خلال الثورة التحريرية. كانت تريد، ولكن الشيء الذي حدث ما هو؟ الشيء الذي حدث واستمر إلى اليوم ما هو؟ أن الإبداع الأدبي، بما أننا في الإبداع الأدبي، سيطرت عليه الإيديولوجيات. الإيديولوجيا لا تصنع أدبا. جميل. الإيديولوجيا لا الأدب تصنعه الأدبية، أن تكون أديبا مطبوعا مجبولا على الكتابة. أما الإيديولوجيات الآن الكتابة في الجزائر، أتحدث لك عن مشهد الكتابة موجودة، ولكنها تسيطر عليها الإيديولوجيات. إلى اليوم نعم، إلى اليوم التيارات العلمانية بشقيها اليسار واليمين، والتيارات الفرنكوفيدية، والتيارات التي تريد أن تقسم الجزائر، كلها تكتب بإيديولوجيات مريضة. وأين هي التيارات الوطنية؟ التيار الوطني غائب. إذن يتحمل مسؤولية الغياب. التيار الوطني غائب، والتيار الإسلامي المعتدل غائب. غياب يكاد أن يكون كليا. لست أدري. تغييب ذاتي يعني كي ربما
تغيير ذاتي عندما تحدثهم. أنا أعرف الكثير من الإخوان الذين يكتبون ولكن كتاباتهم لا تخرج. نعطيك مثال صديقي وصديقي الأستاذ الدكتور عبد القادر الرابحي، حفظه الله، يعني حفظه الله، من الناس الذين لهم حضور قوي جدا. فهو أكاديمي مثلي، زميلي، هو زميلي في الدراسة، كنا أصدقاء منذ أكثر من 40 سنة. إذا فهو أكاديمي، وهو ناقد، وهو شاعر، وهو دارس باستمرار، ولكن كتاباته لا تصل. أنا بعض الكتاب مثلا، نعطيك مثال، مثل الروائية عائشة بن نور، رواياتها كرمت في الشرق، في الهند، في كذا. من المفروض رواية حصلت على جائزة ولا كرمت ولا كذا، من المفروض ماذا يحدث؟ المصريون ماذا كانوا يفعلون؟ يأخذ فلان جائزة، كل رواياتها تطبع وتوزع على العالم وتترجم إلى العالم. نحن لا نفعل هذا. نحن لا نفعل هذا. أنا لا أقول لك بأن الأدب غير موجود بنصه. الأدب غير موجود بواقعه المؤلم. جميل جدا. رغم أننا في زمن ربما تغيرت فيه مفهوم الفضاء ومفهوم الحضور، والشبكة العنكبوتية فتحت مجالات أخرى، مجالات كبيرة جدا، ولكن أيضا يبدو أنه حتى أمراض النخبة تؤثر كثيرا على مدى الحضور والتقسيم الإيديولوجي الذي ذكرته. وأحيانا دكتور اسمح لي أنه حتى بعض الوهم من مفهوم المؤامرة يلعب دور عند بعض النخب، يعني لديهم صورة، يعني اسمح لي فقط دكتور. المؤامرة هي في بعض الأحيان نادرة، كانت واقعا، وفي كثير من الأحيان هي وسيلة تبريرية. جميل جدا. في كثير من الأحيان هي وسيلة. من يمنعك الآن جميل أن تكتب أدبا جميلا وتؤسس مجلة جميلة وتدرس في المدرسة دراسة جميلة، تصنع قراء وتصنع علماء وتصنع من يقف أمامك. لا أحد اليوم الفضاءات مفتوحة. النخبة هي المسؤولة. وأول ضربة قاضية وجهتها النخبة للجزائر هي تدمير المدرسة الجزائرية. للأسف الشديد، وهذه ربما قضية كبيرة جدا. المدرسة الجزائرية دمرت، الثقافة الجزائرية الأصيلة الثورية الوطنية المقاومة دمرت. ألست قاسي شيئا ما دكتور في توصيفك؟ نعم. ألست قاسيا بعض الشيء؟ لما فهم السؤال؟ ألست قاسيا بعض الشيء في توصيفك؟ أنا قاسي جدا، وأوجه هذه القسوة لنفسي أولا. دكتور جلالي بومد، لماذا؟ لأن أشياءنا الجميلة ضيعها التفيد، وضيعتها المجاملات، وضيعها النفاق. ومن العيب جدا، أعظم عيب في الإنسان هو العيب عظيم جدا، هو أن يكذب الإنسان. والعيب الأعظم من الكذب ما هو أن يكذب على نفسه. نحن نكذب على أنفسنا للأسف الشديد. دكتور جلالي بومدين في حديث حول المشهد الأدبي في الجزائر في ركن المقابسات عبر برنامج المعنى والمبنى. ابقى معنا. مقابسات. نواصل معكم مستمعينا الكرام دائما في برنامج المعنى والمبنى وركن مقابسة، النقاش حول المشهد الأدبي والإبداعي في الجزائر مع البروفيسور جلالي بومدين. دكتور جلالي بومدين، إذا جئنا ربما إلى اليوم، ما زال هناك البعض، ونحن نتحدث عن بعض أزمات النخب الأدبية والإبداعية في الجزائر، ما زال يتحدث عن نقطة
المركز والهامش إلى غير ذلك. هل ما زالت اليوم هناك شيء يسمى المركز والهامش، مع أنه مفهوم الحضور تغير خاصة مع الوسائط الافتراضية اليوم؟ برغم الإعلام والثقافة والوسائط الافتراضية، ما نشأ المركز بالأمس المركز مستمر اليوم. المركز بالأمس كانت تمثله اليوروسنتريزم، المركزية الأوروبية. بعد اليوروسنتريزم طبعا في ظل الاستعمار وما إلى ذلك، بعد ذلك أصبحت العولمة تمثل العولمة كما قال بها الجابري عندما حللها صرفيا، فهي الأبركة لا أكثر ولا أقل. لا، في الجزائر نحن نتحدث. نعم. إذن الآن الجزائر في غالبية كتاب الجزائريين والجزائريات لا يكتبون للجزائر، وإنما يكتبون للآخر. لماذا؟ الذين يكتبون بالفرنسية يكتبون لإرضاء فرنسا. الأغلبية الساحقة تكتب لإرضاء فرنسا. هذا تعميم خطير، تعميم يعني في تكتب لإرضاء فرنسا. هاو كمال داود عندك والآخر المستخر إلى آخره. إذا يكتبون لإرضاء الآخر. الذين يكتبون بالعربية أو بالأمازيغية، أنا لا أعرف الأمازيغية ولا يمكنني أن أحكم عليها من خلال هكذا، وإنما أقرأ ما يكتب عنها. فالجزائر معطلة في الإنتاج، معطلة في الإنتاج الناطق بالعربية، والإنتاج الناطق بالأمازيغية، والإنتاج الناطق اللغات الأجنبية وعلى رأسها الفرنسية. سبب هذا التعطيل يعني بإمكانها أن تنتج أكثر، وبإمكانها أن تلاحظ في لحظة ما من لحظات تاريخنا الثقافي كانت رواياتنا تقرأ عالميا. في لحظة من تاريخنا الثقافي كانت أفلامنا تأخذ جوائز عالمية. كان مسرحنا له سمعته في الشرق والغرب. كان شعرنا له وزنه. كانت مقالاتنا وكتابنا وإلى آخره طبعا لها وزن. الآن نحن ننتج ما يملأ الفراغ. ريثما دكتور، يعني اسمح لي، يعني هل تريد أن تقول أن مبدع الأمس أكثر إبداعية وأكثر تميزا من مبدع اليوم؟ المبدع اليوم موجود كاين مبدعين، يوجد ومبدع الأمس أيضا موجود، ولكن غايات ربما قلة الأمس هي التي خلقت هذا التميز أو أعطت الميزة. كثرة اليوم هي التي ربما أنقصت هذا التميز، باعتبار أنه ما كان يكتب يكاد أن يكون مفقود الآن في الجزائر. نجد أنا أعرف الثقافة العربية لأنني متخصص فيها، وأعرف الثقافة الفرنسية لأنني كذلك متخصص فيها، وأعرف بعض الثقافات العالمية نتيجة اشتغالي على الأدب المقارن. تجد في قرن بكامله، والله في جيل بكامله، الأمة تنتج فيلسوفا واحدا، تنتج شاعرا كبيرا واحدا. ليست قاعدة دكتور، ليست قاعدة. احنا حتى ظهرت عندنا الرواية الدوارية، في كل دوار 60 رواية. أين العيب؟ إذا المشكل أننا لا نعرف الحدود، ماذا نفعل وأين تتوقف. قد يكتب يعني مبدع في دوار كما وصفته عملا عظيما جدا، ولكن يكتب شيئا عظيما. لا يمكن أن تكتب. أنا لا أتحدث الآن عن دوار، أتحدث عن الكتابات ذات الطابع اليساري. كتبت نأخذ مئات روايات الجزائر، وهي تعالج، وبعض الكتاب كتب 10 15 رواية، وموضوعه هو الجنس فقط. هل مشكلة الجزائر هي الجنس؟ ولكن كل واحد ربما توجهه. اسمح لي أستاذ، هذا مرض علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها. أنا سئلت عن بعض الروايات التي كتبت هكذا وكتبت فيها.
قلت لو سميت هذه الروايات باسمها الحقيقي لكان احسن. لو سميت روايات من الادب الموازي، لا بارا ليتيراتور، الادب الموازي. لا نسميها ادبا، الادب شيء والادب الموازي شيء اخر. الادب فيه الروايه الفنيه والشعر وما، والادب الموازي فيه الروايه الجنسيه، الرومانروز والروايه البوليسيه وما الى ذلك، فهي ليس ادب. وهكذا حتى تعرف الناشئه ماذا تقرا. لماذا تسميها انت روايه فنيه وهي روايه جنسيه 100%؟ وما هي الروايه بالنسبه لك؟ الروايه هذا شيء اخر، هذا موضوع طويل كبير واسع جدا. الروايه الفنيه لابد ان نخصص لها حصه بكاملها، لها وحدها فقط. جميل. الروايه الفنيه ادب راقي، لها سرديتها ولها خصوصيتها ولها فضاؤها ولها الذين يعرفون أن يدخلوا فيها. وربما هؤلاء الذين تسمي كتابهم بأدب موازي لهم ما يقولون وتبريرات حول أن ما يكتبونه أدبا وإبداعا، ربما اختلاف الأذواق، اختلاف الآراء. نعم فهمت المعنى. سأقص عليك شيء. هذه الأيام القليلة كنا أخذنا أسبوعين درسوا الطلبة تاع الماستر إلى آخره، نكملوا معهم لأن كانوا ما درسوش. ومن بين الأعمال التي كنت قدمتها للطلبة قدمت لهم روايات. وأخص الرواية الجزائرية لأن الرواية الجزائرية لا يقرأها أحد. لا يقرأها أحد. خصصت الرواية الجزائرية، لابد أن تقرأوا الرواية الجزائرية. عندما جاءوا للنقاش الأغلبية لا تستطيع مناقشة الرواية. لماذا؟ لأن الرواية فيها مقاطع وكلام وصفحات كثيرة لا يمكن لطالب أن تقرأها أمام أستاذها، ولا يمكن لطالب أن يقرأها أمام أستاذها. لكن هذا أحيانا في الإبداع العالمي هكذا يعني. لا الإبداع العالمي أنا أقرأ الأدب الأمريكي والأدب الروسي والأدب الإنجليزي وقرأت ربما قرأت 2000 رواية في حياتي وشاهدت كامل الأفلام. وأنا أكتب فيها وقرأت أكتب كتابا واحدا في الأدب المقارن قرأت 160 كتاب. ما شاء الله. لا يمكن. وعندي عندي 70 سنة، يعني في 60 عام قرأت. الله يبارك في العمل. لا يمكن. أجمل الروايات وأعظم الروايات التي أخذت جوائز عظيمة جدا فهي روايات حتى إذا وجد فيها الجنس فهو بالطريقة الإنسانية التي لا تجعل منه غريزة وغريزة مصابة بمرض. جميل. دكتور جلالي، يعني هل تعتقد أنه مشكلة الرواية في الجزائر أو الإبداع في الجزائر أنه في بعض الكتاب قد يكون معروفين أو أقل شهرة استخدموا ربما الجنس وطابوا الجنس فقط؟ يعني هو الجنس والتعدي على قيم الأمة وثوابت الأمة. طبعا الجنس وكثير من الكتابات الأدبية اللي قلت لك هي كتابات علمانية وكتابات يسارية وما إلى ذلك. هذا تصنيف إيديولوجي. اسمح لي دكتور. نعم تصنيف إيديولوجي على ثوابت. لا وقت إيديولوجية لنا لغتنا لا شوف خبرك حاجة. بعض أسماء الجزائر يحترمون كل الديانات إلا الإسلام، يحترمون كل اللغات إلا العربية، يحترمون كل الثورات إلى ثورة أول نوفمبر، يحترمون كل البلدان إلا الجزائر. ألا يحق لنا أن نقول كفى يكفينا هذا؟ سميني إيديولوجيا إذا شئت. ولكن هناك شيء ما يجمع الجزائريين والجزائريات فعلينا أن نحترمه. شيء فعلينا أن ننقده بموضوعية، فعلينا أن نعالج. مشكلة الجزائر ليست هي الجنس، ومشكلة الجزائر ليست هي أنك تسب خير خلق الله، ومشكلة الجزائر ليست هي أنك تستهزئ برموز تاريخنا ورموز ثورتنا. أصبح الأمير عبد القادر استهزاء.
للأسف الشديد يعني. والله الحقيقة أنا أقول الكلام كما يجب أن يقال. أنا أحييك على شجاعتك يعني دكتور. ولا أريد أن أرضي هذا ولا أن يغضب مني ذاك. من أراد أن يغضب فلينفجر، ومن أراد أن يرضى فلا يهمني رضا. أنا الحقيقة دكتور أحييك على شجاعتك، وأنك لا تنافق ولا تواري وتقول ما تعتقده، وهذا هو المطلوب. قد نختلف ولكن المهم حياتي خلاصة في نهاية المسار، في نهاية مسار تاع الحياة. أنا الآن شيخ مريض في نهاية مسار 50 سنة عمل خلاص، ولكن لابد أن نقول الحق. شكرا جزيلا لك بروفيسور جلالي بومدين. تفضل. لنا جزائر واحدة علينا أن نحترمها، أدب في الأدب وخارج الأدب. شكرا جزيلا. هذه هي الرسالة، وهذا هو الميثاق الذي سنحيا ونموت من أجله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور جلالي بومدين، كنت معنا على المباشر في ركن مقابسات. مقابسات